واش في اخباركم بلي المغرب كامل حاليا غيدوز بواحد الفتره الغلاء المعيشه اللي هي صعيبه بزاف لدرجه الغليان؟ ما عندنا ما نديرو به. انا كنت رئيس غندير معاهم الحل. يلا حنا كنبكيو بالفقر حنايا تقهرنا. الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. داكشي علاش خاص واحد التدخل سريع من عند الحكومه باش تفك علينا هاد الحريره. ودابا تخيل معايا اخي المواطن، في بلاد ديال جوج البحور في بعض المناطق وصل السردين ل 35 درهم للكيلو. راه الحماق هذا. 600 700 في كاس الحوت. انا في الزمور باقا حشود الرحمه. لا السردين ما ديال الفقراء خالي. اما واحد سيدي ومولاي الدجاج راه ولا ميسي، الا بغيتي تشريه خصها تكون سميتك ناصر الخليفي. باش الدجاج يوصل ل 600 ريال، باش اللحم يوصل ل 3000 ريال، راه هادشي ماشي معقول. ديسير غالي، الدجاج غالي، كلشي غالي، وحنا غير موقفين لا ما كان لا خدمه لا والو. دابا اخوتي المغاربه خاصكم تفهموا واحد القضيه، الفرق ما بين الطبقه الغنيه وما بين الطبقه الفقيره. مثلا الطبقه الغنيه اللي مشاو باغيين يشريو اللحم ما غاديش يجيهم غالي، يعني اللحم ديال الغنمي اللي وصل فوق من 150 درهم واللحم ديال البقري اللي كيلعب ما بين 130 و 150 درهم، الطبقه الغنيه ما غاديش تجيهم غاليه، غادي يشروه بكل بساطه. الفرق ان الطبقه الفقيره الا بغات تشري اللحم غادي يجيها غالي وبزاف، يعني غتلتجا للسردين والدجاج، يعني حتى هاد الجوج ما قالوهمش لا حولهم قلبوا ولا فرقعوهم. المهم ما عليناش، المندوبيه الساميه للتخطيط كتقول لك ان المستوى المعيشي ديال الاغنياء وصل اكثر من 12 مره من الطبقه الفقيره. واش كتخيلوا معايا هاد المصيبه؟ يعني الطبقه المتوسطه راه ما غتبقاش معلم. ما بقيناش نقدروا نوصلوا شي حاجه. الدرويش اللي ما خدام شنو يدير؟ الماء والضو كلشي غالي. بزاف هادشي. والصراحه اخوتي المغاربه كنت باغي نقول لكم بلي المواطن غيبدا يفكر يهرب. ساعه وصلنا لواحد المرحله البحر هرب، هز المواج ديالو علق. والله يتلعفوا اخوتي المغاربه هادشي اللي غادي نقولوا، والله يدير شي تاويد الخير لينا كاملين. ودابا قولوا لي يا اخوتي المغاربه باش معشين اليوم، واش بالكروفيت ولا بالكالامار ولا شي طاجين البيض؟ هذا دوماج حتى هما زادوا فيه. واش غادي نقول؟ نسالوا الله السلامه وصافي. خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير ونشوفوكم في حلقه جايه ان شاء الله. تشاو.